السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. واش حوالكم يا البنات متتبعاتي الوفيات؟ نرحب بكل مشتركي القناة سواء من داخل الجزائر أو من خارجها. رجعت لكم بوصفة جديدة نتمنى تعجبكم وتستفادوا منها. وصفة اليوم هي جراتان بطاطا بطعم طاجين الزيتون، بنينة بزاف وراح تعجبكم واقتصادية في نفس الوقت. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. والان نبداو في الوصفه على بركه الله. انا حندير طاجين الزيتون. حطيت كيما راكم تشوفوا، حطيت الدجاج وحطيت بصله وزيت ونحركهم مع بعضهم حتى البصله تدبل ويتبدل اللون تاعها. بعد ما البصله دبالت وتبدل اللون تاعها حطيت التوابل، حطيت الملح والفلفل الكحل ونخلطهم مليح مع بعضهم. زدت شويه كركم وخلطتهم مع بعضهم. ومن بعد حطيت الزيتون هذا المقصوص ونخلطهم مع بعضهم. انا حندير طاجين الزيتون، حنديرو قراطه عليها تشوفوا فيا استعملت هذا المقصوص. بعد مرقته بالماء ونخليه يطيب براحته. هنا جبت البطاطا قصيتها مكعبات صغيره كيما هكا، مش صغيره بزاف، متوسطه، وملحتها وحطيتها تتقلى. اكتبوا لي في التعليقات الا كان عجبتكم هذه الوصفه ولا كان حابين ندير لكم وصفات جديده تكون اقتصاديه وفي نفس الوقت بنينه. هنا بعد ما الزيتون تاعي طاب خليت المرقه نشفت، من بعد صفيته من المرقه اللي قعدت. هنا البطاطا اللي قليتها راهي طابت. هنا الدجاج بعد ما طاب فتته كيما هك. من بعد خلطتهم مع بعضهم، خلطهم مليح. كيما راكم تشوفوا الوصفه هذه ما فيها والو، مكوناتها بسيطه جدا وتجي بنينه بزاف. قد ما نقول لكم تجي بنينه ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعها. هنا حندير كريمه الجبن. حطيت نص لتر حليب، حطيت ملح فلفل الكحل فرماج زوج مغارف نشا ونخلطهم مع بعضهم. نبقى نحرك فيهم حتى تختار تعقد. من بعد المرقه اللي قعدت شويه صبيتها فيها باه ما تجيش ناشفه. هنا جبت هذا البلاط تاع الكوشه، حطيت فيه الطبقه تاع كريمه الجبن، ومن بعد نحط الخليط اللي خدمته معاكم. بعد ما صبيت الخليط وزعته كيما هكا في البلاط كامل. بعد حطيت الطبقه تاع كريمه الجبن من الفوق كيما هك. بعد حطيت الجبن المبشور من الفوق كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نحطها في الكوشه طيب شويه برك، ما نكثرش خاطر ماكش اصلا كل شيء طايب، بس ما نحطها شويه برك في الكوشه. بعد ما طابت وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم باه يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشتركين وتكبر القناة بالمحبة تاعكم. ودمتم في رعاية الله. ابقوا على خير.